بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض ام علي الحلوه القمر ديت. آه حلوه يعني. انا كنت عايزين نفطر انا وعيالي، فقلت ايه، لسه هحضر فطار. كان عندي طبق ملفيه ولبن، غليت اللبن وقلت فطار سهل وبسيط كده، والدنيا ساقعه دفتنا بصراحه، ولا فطار بقى ولا كده. وكان تعالوا نشوف هنعمل ازاي. ده كان طبق ملفيه كنت جايباه. الطبق دوت عامل 20 جنيه، نص كيلو، من عند مستلزمات الحلواني او بتاع الكنافة. آه، او لو ما عندكيش مثلا بتاع الكنافة ممكن تلاقيه في السوبر ماركت الكبير او كده. جبته كده، بقطعه زي ما انتوا شايفين. شكله كده بيبقى ناشف شوية، ساعات بلاقيه طري. بصراحة بسخن الفرن واحطه على الشبكة كده، يعني ياخد من حرارة الفرن واسيبه بينشف تاني. ده كيلو لبن، 4 كوبايات. غليته بيبقى سخن. هحط عليه معلقتين قشطة حلوين كده، قشطة فلاحي. مفيش قشطة مش مشكلة، ممكن وش لبن. مفيش وش لبن عادي برضو مش مشكلة، هي بتبقى اضافات يعني. عندك اللبن بس مش مشكلة. هنحط في اللبن 4 معالق سكر، هم 4 كوبايات بيبقى لتر لبن. عليهم 4 معالق سكر كبار، او زي ما انت بتحبي، عايزة تزودي السكر عايزة تقللي براحتك. هدوب القشطة كده. ممكن برضو نحط رشة فانيليا في اللبن. هدوب القشطة خالص كده، وبعد كده هحط السكر، 4 معالق سكر، او حسب ذوقك انتي زي ما تحبي السكر بقى، عايزة تزودي او عايزة تقللي. هو ده كيلو لبن، عايزة بقى تضاعفي الكمية براحتك، عايزة تقللي الكمية براحتك. هو اللبن كان كتير بقى على حسب ذوقك يعني، على حسب ذوقك يعني، مش كتير قوي. هتشوفي برضو معايا في النهاية كده لما احطها في الفرن واطلعها يبقى عامل ازاي. هدوب السكر. هجيب بعد ما ادوب السكر كده هجيب بقى الملفيه بتاعي واقطعه او اكسره. دولت برضو شوية لبن ساقعين كده. هحط فيهم معلقتين كريم شانتيه. مفيش كريم شانتيه برضو مش مشكلة، مش هنقف على حاجة. هدوبهم كده في اللبن البارد، وبعد كده هنزل عليهم في اللبن السخن. ممكن برضو تحطي القشطة لوحدها او تحطي الكريم شانتيه لوحده. انا كان عندي الاتنين فحطيتهم برضو، قلت ايه يلا يعني ايه، بنزود كده دسامة بقى، هي خسرانة خسرانة يعني. مش هنسيبه حاجة في الطبق كده، ايه، هناخده كل حاجة. هندوبهم كده. هنجيبه بقى الملفيه بتاعنا ده. هلاقي دي طرية كده، بس هقصها بالمقص، بس هي شوية وهتنشف يعني. ايه، هكسره كده. احلى ام علي بصراحة اكلتها بالملفيه. ممكن بيبقى الكرواسون اللي هو الطري، او في ناس بتعملها بالعيش الفينو بتحمصه برضو وتحطه، بس هي بصراحة احلى ام علي هي بالملفيه اللي هو الناشف ده. في السوبر ماركت بيبقى ملفيه مغلف، بتبقى شركات بياعاه. بتبقى انواع كتير يعني، على حسب بقى اللي تلاقيه. هفضي اللبن كده على الملفيه بعد ما كسرته. انا طبعا حاطه السكر زي ما شفتوا، وحاطه مدوبه القشطه ومدوبه السكر فيه، ومعلقتين كريم شانتيه. ما فيش كريم شانتيه برضو عادي مش مشكله، هو ممكن بنكتفي باللبن والسكر بس. انا مولعه الشوايه، هو طبعا اللبن سخن معايا فهولع الشوايه. ده زبيب كنت ناسيه، المفروض كنت بحطه قبل اللبن عشان ما يتحطش على الوش يتحرق من الشوايه، بس هنحطه كده وهنتويه يعني. هندريه ايه، هنجيب معلقه كده ونقلبه. احنا هنحاول ان احنا ايه نغطسه او ننزله تحت. عندك سوداني، عندك عين جمل، لوز، فستق، اي حاجه براحتك. مفيش خالص عادي برضو. ممكن جوز هند برضو بيبقى طعمها حلو معاها. المتوفر عندك حطيه. انا برضو هجيب برضو هنا معلقتين قشطه على الوش. هنحط كده معلقتين قشطه كده على الوش بقى، ايه، هيدينا لون كده حلو بقى وطعم احلى. مفيش قشطه برضو عادي خالص، ممكن وش لبن. مفيش وش لبن، هقولك ممكن نحط ايه، ممكن سكر بودره على الوش كده، هيدينا برضو لون كرمله حلوه كده على الوش تحت الشوايه.
انا كده هحطه تحت الشوايه، بس انا مولعه الفرن الشوايه بس مش مولعه من تحت. انا مولعه الشوايه بس، ايه 5 دقايق بالكتير بلاقيه اخد وش. وهنطلعه مع بعض. كان صراحة افطار سهل كده وبسيط. ممكن عشاء، ممكن برضو بعد العشاء بيبقى حاجة حلوة بقى في الساعة ديت. انتوا كنت عاملة الاتنين طاجن دوت. الكبير دوت ليه انا والعيال، والصغير دوت كلبوا العيال يعني عشان ما يجيش ياكل معانا، ياكل لوحده. طعمها بصراحة كان خطير قوي. ممكن زي ما قلت لكم، بصوا القشطة عاطية لون حلو كده، وكان طعم تحفة كده يعني، حاجة كده يعني. بصوا، يا رب تجربوها بس ايه وانتوا تعرفوا انا قصدي ايه. بصوا اللبن ده احنا بنحبها باللبن كتير كده، ان هي على قد ما تشرب لا يبقى فيه لبن برضو. إيه، بس بتتاكل بقى سخنة كده، بيبقى طعم قرمشة الملفيه مع اللبن، ان هو ما يكونش لسه شربه، ما بيبقاش طري قوي، ففيه سنة قرمشة كده بيبقى طعمه حلو. شايفين؟ مع الزبيب كده، انا عيلي اصلا كانوا بيطلعوا الزبيب يرموه، فمش مشكلة يعني، كنت باخده منهم اكله. ممكن بقى تحطي سوداني، اي مكسرات عندك، مش عايز تحطي حاجة خالص برضو بتبقى حلوة يعني. يا رب تجربوها، متنسوش بقى اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو انا بنزله. ويا رب تكون طريقتي عجباكم، متنسوش بقى اللايك. جميلة بصراحة. بصوا، كانت خطيرة بصراحة. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. يا رب تجربوها. زي ما انا قلتلك، بتجيب الملفيه من عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني. السلامة.